ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. الحمد لله الكيكة ما باظتش. اول مرة اعمل الطريقة دي. هقول لكم بقى انا عملتها ازاي. عارفين الكيكة المبظبظة اللي بيبقى كده غرقانة كده بصوص من جوه، وتحس كده انها عايزة تتاكل اكل كده، غرقانة كده بصوص من جواها، ولما تيجي تقطعيها تلاقي الصوص كده خارج منها ومبظبظة كده. انا الحقيقة كنت عايزة اعمل الطريقة دي، بس قلت يا رب هي بتتعمل ازاي. هقول لكم بقى عملتها ازاي. نبتدي بسم الله. اول حاجه بنجيب صينيه مستغنيه عنها خالص. شايفين شكلها ايه؟ شكلها يقرف الحقيقه، بس الحقيقه دي مخصصاها للفرن. بحطها دايما في قعر الفرن من تحت، وبحط فيها ميه، وبعد كده بشغل الفرن قبل ما اعمل اي حاجه. دي بتحمي اي حاجه في الفرن انها تتحرق من القعر، وانها تشيط في القعر. ونجيب 3 بيضات، نفصل البياض عن الصفار. ادي اول بيضة، وادي تاني بيضة، وادي تالت بيضة. طريقة فصل البياض عن الصفار بتخلي الكيكة هشة عن ان احنا نضربها كلها في الخلاط. هي طريقة الخلاط برضو حلوة وسريعة، انما الطريقة دي بتبقى احلى شوية. وبعد كده حطيت بشر ليمونة، لاني ما كانش عندي فانيليا، فحطيت بشر الليمونة. باخد الصفار بس القشر الاصفر من بره، ما باخدش الابيض منها علشان ما تمررش. ونحط شوية خل، ده يعتبر محسن طبيعي. يعني بدل ما تجيبي كيك شيف اللي هو محسن الكيك، ممكن تستعملي شوية خل يغنيكي خالص عن البيكنج باودر اللي هو بالمحسن. وتجيبي اي كيس بيكنج باودر اي نوع، وتحطي معلقة مليانة من البيكنج باودر. هتلاقي الكيس فيه لسه حبة، ما تحطيش بقى الحبة اللي باقيين دول، هو كفاية قوي معلقة كبيرة من البيكنج باودر على المقدار ده. وتحطي نص كوباية زيت. ونص كوباية لبن. لو ما عندكيش لبن حليب، بتحطي معلقة لبن بودر وعليها نص كوباية مية. ونقلبهم كده، ونروح حاطينهم على الكيكة. وياريت تكون المية دي دافية، هتخلي الكيكة هشة اكتر. ونحط نص كوباية سكر. ممكن نحط 3/4 كوباية سكر لو عايزينها مسكرة شوية. نضيف رشة ملح على بياض البيض، بس كده. ونبتدي ان احنا نضرب بياض البيض. رشة الملح دي في بياض البيض بتخليه يمسك اكتر، لغاية ما يبقى عامل زي الكريم شانتيه. اهو شايفين.
والعلامة اللي هتخلينا نعرف ان هو خلص كده، ان احنا لما نيجي نقلب الطبق هنلاقيه ان هو مسك خالص ومبقاش فيه مية ولا اي حاجة. ده معناه ان هو كده خلاص وصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. وبعد كده نمسك صفار البيض بالسكر بالزيت بكل حاجة، ونبتدي ان احنا نضربه بمضرب البيض. احنا ممكن نحطه في الخلاط، بس بما اننا وسخنا مضرب البيض فنكمل بقى وساخة مضرب البيض. ونبتدي نضربه، ونجيب كوباية ونص من الدقيق وننخلها على خليط صفار البيض، ونقلبه لمدة دقيقتين بالعدد لغاية ما يختفي بس الدقيق. بس كده، معرفش هي دقيقة ولا دقيقتين، بس المهم ان احنا مش عايزين نضربه كتير. وبعد كده نجيب بياض البيض ونضيفه اخر حاجة على خليط الدقيق والبيض. وطبعا مش هنستعمل هنا مضرب البيض خالص، هنبتدي ان احنا نقلبه بالراحة خالص علشان بياض البيض ما يهبطش مننا. وشايفين طريقة التقليب دي؟ الطريقة دي ما بتخليش بياض البيض يهبط. بنقلبه من بره وبعد كده نقسمه من النص، من بره ونقسم من النص لغاية ما بياض البيض يختفي خالص. اهو شايفين من بره لجوه. دي الطريقة اللي هتخلي الكيكة معانا هشة وما تهبطش مننا. وتبقى عاملة زي الكيكة الإسفنجية. كده خلاص. نبتدي نحضر قالب الكيك، ونجيب حتة ورقة زبدة ونظبطها على ورقة الكيك. الطريقة بتاعت الكيكة دي لازم فيها ورقة الزبدة، علشان المكون اللي انا هضيفه بعد كده ممكن يلزق في الصينية وما تعرفيش تطلعيها، فالأسلم ان احنا نستعمل ورقة الزبدة. نظبط ورقة الزبدة على قالب الكيك، ونحط شوية زيت في ورقة الزبدة علشان الكيكة ما تلزقش فيها. وده خليط الكيك، وده بقى المكون اللي انا حطيته. اي مربى عندك، انا كان عندي مربى فراولة وتوت، ما كانش حد عايز ياكلها في التلاجة، فقلت احطها لهم في الكيكة، وفي الحالة دي هتخلي طعم الكيكة حلو وهتتاكل. هنبتدي نجيب طبقة من الكيكة
ونحط قطع صغيرة من المربى. وهنبتدي نحط كل طبقة مربى وطبقة كيك. ادي طبقة مربى وطبقة كيك. ونحط اخر طبقة من الكيك. وبعد كده نحط برضو قطعة من المربى برضو فيها في اخر طبقة من طبقات الكيك. عشان كده ما حطيناش كمية كبيرة من السكر، لان كده كده حطينا مربى، فالمربى دي هتسكر الكيكة لوحدها. فعشان كده بنحط نص كوباية او 3/4 كوباية سكر كفاية قوي. بس كده، ونحطها في الفرن على نار متوسطة. وادي هنا الفرن. بعد ما مر ربع ساعة ابتدي ان انا افتح الفرن واطمن الكيكة شكلها ايه. لقيتها ارتفعت. اظبط درجة الحرارة على النص، بس لازالت من فوق لسه طرية. وادي الصينية اللي انا حطاها من تحت. ولو لاحظت ان المية اللي تحت اللي في الصينية قلت، بروح مزوداها شوية مية من الحنفية عادي خالص. زي ما بقول لكم، الطريقة دي بتمنع ان الكيكة تتحرق وانها تتلسع وانها تستوي على راحتها، لانها بتوزع درجة الحرارة في الفرن كله. البخار اللي بيطلع من المية دي بيساعد الكيكة انها تستوي على مهلها من غير ما تتحرق. يعني الطريقة دي بديلة للأفران الجديدة اللي فيها مروحة. فتحت على كيكة تاني. مادام مر ربع ساعة خلاص ممكن تفتحي على كيكة في أي وقت. لازالت برضو الكيكة من جوه ما استوتش برضو قوي.
لاقياها برضو طرية. فهدورها اهي، طرية لسه. هوطي النار عليها شوية وهخليها تستوي على مهلها. بس لو دخلته السكينة ولقيتوها نظيفة كده، يبقى معنى كده انها استوت من جوه. في الحالة دي خلاص يبقى كده استوت، ونقفل الفرن. كده خلاص استوت. نبتدي بقى نطلعها على منخل علشان الكيكة ما تهبطش وتعرق معانا. فأحسن حاجة تطلعيها ان انت تطلعيها على منخل سلك. احسن حاجة في ورقة الزبدة انها بتبقى سهلة قوي في ان انت تطلعي اي كيكة. ونسيبها خالص بقى لغاية ما تبرد. هنلاقيها بقى جواها مليانة مربى، وانا متأكدة ان هيبقى طعمها لذيذ، يعني كشكل جديد وطعم جديد للكيكة. هنسيبها بقى لغاية لما تبرد. هنا الكيكة بعد ما بردت، عايزين بقى نقطعها ونشوف شكلها ايه من جوه. شايفين غرقانة مربى من جوه. انا هسيبها بورقة الزبدة كده علشان ما تتفرفتش مني ساعة ما بقطعها. هنبتدي بقى نقطعها ونشوفها شكلها ايه من جوه. انا الحقيقة اول مرة اعملها. نشيل بقى هنا ورقة الزبدة كده علشان نعرف نقطعها. احنا عايزين بقى نشوف بقى نقطعها ونشوف طعمها ايه من جوه، ونشوف شكلها ايه من جوه. ادي هنا هنقطعها، هنلاقيها انها مليانة مربى من جوه. شايفين؟ انا عايزاكم بقى تجربوا الطريقة دي وتشوفوا ان طعم الكيكة طعمها فعلا مختلف. ونكهة المربى فيها اديتها طعم احلى. طبعا ممكن نحط اي نوع من المربى، بس متهيألي ان مربات التوت ومربى الفراولة بتبقى طعمها احلى في الطريقة دي.
شايفين الكيكة مليانة مربى ومستوية من جوه ومش معجنة وهشة وطرية. ده غير ان طعمها احلى كتير بالمربى. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ايه رأيكم؟ دي جنبيها بقى كوباية شاي وهتاكلوا احلى كيكة. ناخد بقى حتة كيكة كده ونجرب طعمها ايه، وناخد حبة مربى من اللي واقعة من تحت دي. جرب بقى الكيكة طعمها ايه. شايفين هشة ازاي وطرية؟ ده بسبب بياض البيض اللي احنا فصلناه عن صفار البيض، وطبعا اضافة المربى فيها اديتها طعم مختلف عن الكيكة السادة. شايفينها هشة ازاي وغرقانة مربى وطرية وهشة زي الكيكة اللي احنا بنجيبها من بره. والله طعمها جميل. انا عايزة اقول لكم ان حتة القطعة دي لو جبناها من بره، اللي هي الكيكات المغلفة دي، هنلاقيها انها غالية على الفاضي وما بتبقاش طازة، وبعدين ولا حاطين فيها بيض ولا حاطين فيها حاجة. طب وليه ما نعملها في البيت بالطريقة دي؟ سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت معانا، وهناكل ساعتها احلى كيكة ومغذية وفيها بيض وفيها لبن. والله ما في احلى من حاجات البيت. والف هنا وشفا عليكم، والسلام عليكم.